السلام عليكم، انا يوسف علاء ودي قناه فيروس اوف ستوري. لو اول مره تشوف قناتي فتنساش تعمل لايك وتشترك في القناه تحت. وده الجزء الثالث من قصه حاره الجن. لو فاتك الجزء الاول والثاني ما تنساش تنزل تشوفهم تحت او تخش تشوفهم في القناه. وبس كده من غير كلام كتير، يلا نخش على القصه. ودي بعض الاحداث اللي حصلت الجزء اللي فات. وقال لي اما تكون تابع لينا او تموت، الخيار في ايدك، قدامك يومين ترد. لما فتحت بقي الدنيا كلها ضلمت وحسيت اني وقعت في نوم تاني. فجأة سمعت الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعدها خدت نفس عميق وقالت ابوكم ما ماتش. قالت لنا ابوكم ما ماتش، ابوكم محجوز في حاره الجن. الكلام نزل عليا زي الصعقه، قعدت ابص حواليا مش مصدق. طب ازاي معقول ابويا لسه عايش؟ الليله عدت ودماغي مش راضيه تهدى. ربطت الاحداث ببعضها، فهمت ان ابويا باع نفسه وباعني انا كمان، ضيع دينه وبقى ملحد. والناس اللي كانوا بيختفوا دول اللي رفضوا الصفقه وماتوا. اليوم التاني عشت في قلق بفكر في حل يخلصني من شاهون، بس الغريب ان لحد دلوقتي ما جاليش اي اشاره منهم. وانا في وسط تفكيري دخلت امي عليا، بصت في عيني وقالت لي في حل تالت. قمت من مكاني مفزوع، قلت لها ايه هو؟ قالت لي انك تحصن نفسك. الكلمة كانت جديدة عليا، عمري ما سمعتها قبل كده. سألتها ازاي يعني اتحصن؟ يعني ايه تحصين اصلا؟ امي بدأت تشرح لي، علمتني اذكار وادعية وقالت لي انها دي حماية. ولما خلصت كلامها حسيت براحة عمري ما حسيتها قبل كده. امي شجعتني وقالت لي روح وواجههم بس وانت متحصن بالله. جت الليلة التالتة دي كانت الفرصة الأخيرة، خلاص ما بقاش عندي وقت تاني. صليت الفجر وقريت اذكاري وقلبي كان ثابت. اتجهت ناحية الحارة وانا حاسس اني داخل على معركة عمري. ومن هنا نقدر نقول المتعة الحقيقية بدأت. قريت اذكاري زي ما امي علمتني ورحت ناحيه حاره الجن. اول ما وصلت هناك لقيت نفس القطه الغريبه واقفه عند الباب. الغريب بقى انه اول ما شافني شرد وهرب ها هي ها هو. دخلت من الباب واول ما رجلي لمست اول درجه الباب اتقفل ورايا. طلعت لفوق لحد ما وصلت للصحراء. هناك بقى لقيت شاون واقف مستنيني من غير كلام. اتحركنا لناحيه القبو، بس المره دي حصلت حاجه غريبه. المره الاولى لما نزلت القبو بعد 20 دقيقه اغمى عليا، انما دلوقتي عدت ساعة كاملة واحنا لسه نازلين وما حصلش حاجة. بيني وبينكم اتمنيت يغمى عليا، السلم كان ملوش نهاية. وفجأة العجوز بص في وشي وبصلي بنظرة حادة وقال اسم غريب، خلان. وقفت مكاني مسغوف. خلان مين ده؟ العجوز اتوتر سألني انت مين؟ قلت له انا شاون. على طول بدأ يصرخ ويتمتم بكلام غريب مش مفهوم. وفجأة جري بسرعة خيالية، اختفى في لمح البصر. ازاي كده وهو بالسن ده؟ وانا في نص صدمتي لقيت نفس البنت الجميلة قدامي. قالت لي العجوز عرف انك متحصن وانك دخلت الاسلام. اتلخبطت وقلت لها ازاي عرف؟ قالت لي فاكر المرة الأولى لما دخلت القبو وسمعت أصوات وبعدين اغمى عليك؟ قلت لها اه. قالت لي وقتها لبسك جني اسمه خلان، ودلوقتي لما حاول يدخل جسمك تاني اتحرك. والعجوز كان فاكر من زمان انك خلاص اتلبست، عشان كده ناداك بالاسم ده. فجأة البنت اتوترت جدا، قالت لي تعالى بسرعة. قلت في ايه؟ شالتني بجنون وقالت ابوك بيموت. نزلنا بسرعة رهيبة وفي ثواني لقينا نفسنا واقفين قدام ابويا والعجوز موجود معاه. بس للأسف كنا متأخرين. العجوز شاون كان ماسك في ايده خنجر وفي نفس الوقت حاطط ايده على راس ابويا بصلي وقال بصوت مبحوح اللي عملته صح. ما كملش كلمته غيره العجوز قطع راسه قدامي. بصيت للبنت اللي واقفه جنبي لقيتها بتقول لي اذكر ربك لحد ما العجوز يتحرق. وفجأة قبل ما انطق البنت اختفت. فضلت اكرر الله اكبر الله اكبر. العجوز بدأ يصرخ وبيقول كلام غريب وصوته بيهز المكان. شوية بشوية جسمه بدأ يولع وانا رفعت صوتي اكتر واكتر. ثواني ولقيته اتحول لرماد. بعد ما اتحرق اخدت نفس طويل وقعدت اعيط لاني ملحقتش ابويا، اعيط عشان مات من غير ما يسلم. الندم كان بيكسرني من جوه. فجأة البنت ظهرت تاني، قمت بالعافية على رجلي. جيت اشكرها بس هي سبقتني وقالت لي شاون بتوثق فيا؟ قلت لها اكيد بثق فيك. ابتدت تقول كلام غريب خزعبلات كده وانا من غير تفكير بديت اكرر وراها. وبعدين بصيت لي كده وقال جرب تذكر ربك. حاولت بكل قوتي بس لقيت نفسي مش قادر. ازاي؟ البنت ابتسمت ابتسامة طويلة جدا ومرعبة، اعوذ بالله. فجأة ضحكت ضحكة هستيرية ووشها بدأ يتغير تدريجيا لحد ما اتشكلت على هيئة العجوز شاون. صرخ وقال يا خاين. العجوز مسك الخنجر وبدأ يقرب مني خطوة بخطوة وانا واقف مكاني. هو رفع الخنجر وكان عايز يقطع راسي، لكن فجأة سمعنا صوت من بعيد. الصوت كان ذكر ناس كتير بيذكروا اسم ربنا. شاون وقع الخنجر وبدأ يصرخ يغطي ودانه وكلامه مبقاش مفهوم. انا جريت على الباب ناديت على الناس وفجأة دخل اكتر من 15 شيخ وكلهم بدأوا يقرأوا قرآن في صوت واحد. ساعتها قدرت اذكر ربنا ولساني نطق مرة تانية
ولهنا بتكون خلصت قصتنا النهارده. لو قعدت تتفرج لحد هنا فانت واحد من الاساطير، وعشان كده بحب اقول لك انزل تحت اعمل لايك واشترك في القناه. وكان معاكم يوسف علاء من قناه فيروس ستوري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.